بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله نعمل النهارده فيديو جديد، هو سريع وحلو، حاجة جديدة عملتها فحبيت اشارككم فيها. مش هتقل عليكم كتير قوي يعني. احنا هنعمل النهارده الرز المعمر. انا عملت ملوخية النهارده وفراخ وكده، فطلع في دماغي ان انا اعمل الرز المعمر بدل الرز العادي، تغيير يعني. فقلت اشارككم معايا. طبعا احنا عاملين قبل كده الملوخية وعاملين الفراخ يعني تقريبا مرتين. بس هعملها لكم سريعة كده يعني قوي، لكن النهاردة هنركز على الرز المعمر. انا عملت دول 4 كوبايات لبن. انا هعمل كوبايتين رز. انا بعمل الرز اللبن ده في الرز يعني. أنا ممكن، بس انت ممكن تعملي مثلا 3.5. ممكن تعملي 2 و1 شوربة. لكن أنا بصراحة بحب أعمل رز المعمر، يوم ما هعمله بقى بعمله رز معمر يعني. آه أنا عملت دلوقتي، عايرت 4 كوبايات لبن وحطيتهم يسخنوا، لأن اللبن كان عندي في التلاجة. فحطيتهم على النار يسخن، لأن اللبن لازم يكون سخن، بيغلي سخن جدا يعني، على الأقل إيه، سخن قوي مش دافي، سخن. وحطيتهم على النار يسخنوا. وجبت الرز، دول عايرت بنفس الكوباية اللي عايرت بيها اللبن، عملت بيها الرز. دول كوبايتين رز. غسلتهم طبعا كويس قوي وصفتهم بالمصفى عشان ما يبقاش فيهم مية. وانا كنت حاطة قبل كده البرام اللي انا هعمل فيه الرز في الفرن يسخن شوية، زي ما انتم شايفين فاضي. انت لو هتعمليه في صينيه، ما فيش داعي انك تسخنيها، لكن لو هتعملي في برام فيستحسن يعني انك تسخنيه شويه تحطيه شويه في الفرن يسخن قبل ما تبتدي فيه، عشان خاطر يبقى كله سخن، فالرز يستوي على طول، ما يبقاش في حاجه تبرد اللبن. فاحنا حطينا كده، طلعنا البرام من الفرن سخن، حطينا فيه الرز، وحطينا فيه زي معلقتين كبار، اللي هما بتوع الاكل يعني، معلقتين مليانين يعني، زبدة او سمنة بلدي. هو يستحسن تبقى سمنة بلدي يعني. بتبقى هي ده الرز المعمر، هو حاجاته يعني دسمة، بس هو ده الرز المعمر. بنحط بقى السمنة. هي السمنة كانت مجمدة، فلو كانت فكة شوية يكون أحسن، لأن احنا بنغلف بيها الرز يعني، بنمسكها ندعكها كده في الرز، بنغلف الرز كله بالسمنة. فيستحسن تكون هي بدرجة حرارة المطبخ يعني. وبعدين بنحط على كوبايتين الرز معلقة ملح. بس معلقة، ممكن تكون معلقة مليانة يعني، ممكن تكون معلقة ونص، بس ما نزودش عن كده. هي حلوة قوي معلقة يعني، معلقة ملح. وربع معلقة فلفل أسمر. وبنقلبها برضو بنفس الطريقة مع زي ما قلبنا السمنة. وبعدين بنحط اللبن السخن اللي هو بيغلي يعني على الرز، وبنقلبه أو بنهزه زي ما انتم شايفين كده، فعشان كله بيتغلف بيه. وبنحط معلقة قشطة دي، معلقة ونص زي القشطة اللي موجودة عندك. معلقة كبيرة طبعا دي بتاعة الطبخ، دي أنا حاطة يعني معلقة إلا ربع كده، ممكن تحطي معلقة كاملة. وبرضو بنهزها كده شوية. وطبعا الفرن بيبقى سخن، درجة حرارة عالية جدا. وبنحطه في الرف الوسطاني يعني، على الشبكة. وبنقفل طبعا وبنسيبه يعني على العالي. ممكن بعد ما الوش ياخد لون بنقوم موطيين عليه شوية، لكن ما بنوطيش خالص، وما بنسيبهوش عالي طول الوقت يعني. لو بنسيبه عالي لحد ما الوش كده ياخد لون، بنقوم بقى موطيين سنة، ما يبقاش واطي يعني، يبقى وسط، أكتر من الوسط بشوية. هنا طبعا بدأت في الملوخية. قطفتها. أنا بحب الملوخية الخضراء. الملوخية الوحيدة اللي نفعت معايا غير الخضراء هي جيفريكس دي. بس أنا بصراحة بحب الخضراء، أولا بتبقى أكتر، تاني حاجة بتبقى أحلى يعني، احنا بنحبها أكتر. وأنا بعبال ما بحط الحاجة في النار وكده ببقى فاضية فبعملها. أنا بقطف الملوخية، بحطها في مية وبرقدها في مية وخل، عشان الخل طبعا يقتل أي جراثيم في الورق الأخضر، أو أي ديدان أو أي حاجة. فبحطها في مية وخل، بعد كده بطلعها أصفيها. واشطفها بقى شطفه كويسه وهي في المصفى، واسيبها تتصفى شويه، وبعدين ابتدي اخرطها. انا عامله قبل كده في الصفحه الملوخيه معاها الرز والفراخ وصينيه البطاطس، عامله يعني كذا مره.
الفراخ مع كذا حاجة، وعاملة الملوخية بالتفصيل جدا، قايله لكم بعد كده، قايله لكم كمان تكات الملوخية بقى ازاي بعد ما تستوي نقلبها كده ما بين حاجتين، وتفرجوا عليها هتعجبكم قوي. بعد كده خدتها بعد ما اتصفت بشوية، انا مش بنشفها خالص يعني، لا بتبقى يا دوبك تتصفى ميتها، وخدتها خرطتها زي ما انتم شايفين كده. بعد كده حطيتها طبعا في الشوربة، وحطيت عليها الطشة بتاعتها اللي هي التوم المدقوق مع الكزبرة والملح، وافضل اقلبها بين حاجتين. وده شكل الرز بعد ما استوى. انا لا قلبته ولا غطيته ولا ولعت الشواية ولا اي حاجة، انا بس بحطه على الرف الوسطاني على نار عالية، بيدي اللون الحلو ده من الوش، وبعد كده بوطي سنة صغيرة. بيكمل سواه الرز طلع مستوي في منتهى الجمال. بس هو عندي صراحة طلع عادي بشوية، لأن أنا حطيت نص معلقة ملح، فأنا بقولك يعني معلقة ملح حلوة كده مليانة بتبقى حلوة قوي. وده شكل الرز بعد ما قطعته حطيته، والملوخية، وجربيه وهتعجبك قوي إن شاء الله. وبالهنا والشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.